لقطة مباراة الأهلي والزمالك ايه؟ مش الاحتفال، لا 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 مش الاحتفال المجنون اللي احتفلوه بعد الماتش، لأن كده كده عارفين إن دول محاريم، ولما بيكسبوا ماتش ما بيصدقوش نفسيهم إنهم قدروا يكسبوا النادي اللي دايس على بقهم على طول. بص اللقطة دي، لقطه تبين لك انت مين وانا مين، انت فين وانا فين. الجهاز الفني بتاع الزمالك بيطالب اللعيبه انهم يلموا الكور من حوالين الملعب، العيال ماسكه الكور بيخبوها، بيشيلوا الكور من الملعب عشان الاهلي ما يلعبش، عشان الاهلي ما يتعادلش. تخيل بلعبك من غير فريق الاساسي كله الفرقه الاساسيه بتاعتي كلها مش موجوده، وبلعبك بالفريق البديل، بلعبك باسامي في الملعب رامي ربيعه ومحمد هاني وكريم ندفد وجدي انطوني موديست وطاهر محمد طاهر، وانت معاك كل نجومك، وبتكسبني 2-1 بالعافيه بهدف في اخر المباراه، وانا دايس عليك في الشوط الثاني بعد ما عملت تغييرين 3. بتكسبني لاول مره من 21 سنه في الدوري في الدور الاول. 21 سنه، انت متخيل؟ يعني 3/4 اللي بيتفرجوا على الفيديو من الشباب ما شافش فريقه بيكسب الاهلي في الدوري في الدور الاول. 21 سنه يا جدع، متخيل لما بتكسبني 2-1 بالعافيه بتعمل اللقطه دي؟ يا حقير يا معفن، بتعمل اللقطه دي، بتلم الكور من حوالين الملعب عشان ما نلعبش، عشان ما نلاقيش كوره نلعب بيها، عشان انت خايف من الاهلي حتى وانت كسبان خايف. انت ايه ده؟ انت ازاي مستحمل نفسك؟ والله ازاي مستحمل نفسك وفي فرق بيننا سنين ضوئيه كده؟ لازم يكون ده رد فعلك، لازم تكون دي فرحتك بعد المباراه، بعد ما تكسب النادي الاهلي 2-1 بماتش ب3 نقاط في الدوري.